ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وامانة بيني وبينك ليوم الدين، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو صلي، وبعد كده كملي الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. بصوا يا بنات، من اكتر الحاجات اللي بتهدر في الميزانية حرفيا المنظفات. النهاردة بإذن الله هعرض عليكم المنظفات اللي انا جبتها الاسبوع ده يا بنات، والحمد لله ما كلفتنيش كتير يا بنات. اول حاجة الصابون السائل اللي هو صابون المواعين. مفيش يا بنات بيت بيخلو من الصابون السائل، ولكن عشان تقدري توفري في الصابون السائل لازم تجيبي يا بنات صابون تكون نوعه حلو، يعني تقيل وحلو ورغوته حلوه، وفي نفس الوقت ما تجيبهوش شركات عشان تقدري توفري. كيس الصابون اللي انا وريته لكم من شويه ده عامل 6 جنيه يا بنات، تمام، بيكفيني الحمد لله الاسبوع وبيزيد كمان. ده بقى صابون للايد. الصابون ده كان فيه تروسيكل معدي، كان عامل عرض على الصابون الأربعة ب25 جنيه، فانا اشتريت العرض. بصراحة كان عرض حلو جدا جدا. لو انت لقيتي حد بيعمل عروض على الصابون يا بنات يا ريت تشتري منه. بعد كده عندنا هنا ده الصابون يا بنات، ده صابون اللي هو البلدي اللي هو الصابون الابيض ده يا بنات، بنستخدمه للغسيل. انا بعمل ايه؟ بعمل خلطة حلوة قوي يا بنات. ببشر صابونة بيضة وبحطها على بجيب ب5 جنيه مسحوق اللي هو السايب. شوفوا الكميه اللي انتوا شايفينها، ده مسحوق سايب باللافندر. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا وبينظف، بس انا عايزاه ينظف اكتر فبضطر ابشر عليه صابونه. كمان عندي منظف انا عاملاه ملمع للخشب، ده عباره عن زيت دفيته شويه على النار وحطيت عليه بشر برتقال وحطيته في مكان مظلم لمده اسبوع. وبعد الاسبوع يا بنات ببتدي ان انا استخدمه عشان تبقى ريحه الزيت حلوه. زيت البرتقال القشره بتاعته بتطلع زيوت عطريه حلوه قوي يا بنات، بتخلي ريحه الزيت مش وحشه، تمام. بعد كده بتجيبي فوطه كده وتحطي عليها نقطتين من الزيت وتمسحي الاخشاب، بس الاول لمعي الخشب من الاتربه، وبعد كده ابتدي لمعيه بالزيت. هيقعد عندك الخشب بص لمده شهر بيلمع، وتحسي ان الخشب ما شاء الله بينطق من كتر ما هو بيلمع. تعالوا بقى يا بنات نعمل الخلطه السحريه بتاعه مسحوق الغسيل بتاعنا. انا جبت زي ما انتوا شايفين المبشره بتاعتي. انا هبشر الصابونه البلد دي على الناحيه اللي هي الضيقه. المبشره عندي ليها كذا اتجاه، في الخرام الواسعه بتبشر بشر خشن، وفي بتبشر بشر ناعم. انا لا، عايزاه بشر ناعم جدا يا بنات عشان يدوب بسرعه في الغساله، تمام، وما يعمليش رواسب. طبعا يا بنات اهم حاجه التنظيف المستمر للفلتر بتاع الغساله، وكل شهر تعملي دوره غسيل او دوره تنظيف للحوض الغساله. بتجيبي كوبايه من الخل او كوبايه من الكلور، وانا افضل الخل بصراحه لان الكلور بيغمق الستانلس ستيل بيبوظه. فانت هاتي كوبايه من الخل واعملي دوره تنظيف الحوض بتاع الغساله لمده ساعه، هيخلي الغساله عندك نظيفه جدا جدا. وكمان دايما اهتمي بتنظيف الادراج بتاعه الغساله من المساحيق، لانها لو انت بتستخدمي مسحوق بودر زيي بيسيب رواسب في الغساله، لكن لو بتستخدمي مسحوق الجل طبعا الجل احسن، ما بيسيبش رواسب في الغساله. فكل واحد هو حر في اختياره في مسحوق الغسيل اللي بيرتاح عليه. فانا بختار المسحوق الباودر لانه ارخص، وفي نفس الوقت بقدر اشتري منه سايب. وكمان على فكره في يعني ناس كتير بتوع المنظفات اللي هم السايبه بيبيعوا البرسيل جل ده سايب، هم اللي بيعملوه على ايديهم، فاهمين قصدي؟ طبعا احنا عشان مقاطعين حاجات كتير جدا فانا بضطر اشتري حاجات من الشركات المصريه، وفي نفس الوقت بحسن المنتج بالبشر الصابون البلدي لانه بينظف كويس جدا يا بنات اي بقعه، وخصوصا الابيض يا بنات بيبقى بقعه صعبه قوي. طيب يا ياسمين، هي دي المنظفات اللي انت بتستخدميها خلال الشهر؟ انا بجيب بس كيس فينيك ب5 جنيه، وبجيب كيس خلطه بيضه ب5 جنيه، وكيس كلور ب5 جنيه. الفينيك والكلور عشان التويلت والارضيات، وكيس الخلطه البيضه عشان الهدوم الفاتحه والهدوم البيضه، بيطلع لي كل البقع والحاجات اللي مش نظيفه فيها، خصوصا الياقات والاكمام دي دايما بتبقى يا بنات مش نظيفه خالص.
فانا بضطر ان انا اجيب الخلطه دي، وده هو ده بس المنظفات اللي بجيبها طول الشهر، ما بجيبش اكتر من كده. زائد ان انا بجيب معجون اسنان اللي هو المسواك الانبوبه اللي هي ب 15 جنيه، وبجيب حوالي شريطين من الشامبو، الشريط عامل 10 جنيه في 10 وحدات، انا بجيب 20 كيس ب 20 جنيه بس، مش اكتر من كده، ما بجيبش اكتر من كده يا بنات. فتوتال المنظفات بتاعي يعني طول الشهر بيبقى اقل من 100 جنيه، يعني حوالي 70 او 80 جنيه طول الشهر منظفات، يعني حوالي يعني 70 او 80 جنيه، وبيكفوا معايا يا بنات الشهر كله. اللهم بارك. حاولوا ان انتوا تقتصدوا في المنظفات بحيث ان انت مثلا ما تحتاجيش كتير. يعني صابون المواعين انا بشتريه تقيل عشان بخففه، بحط ربع كوبايه من الخل في طبق فيه شويه ميه وعصره ليمونه وحبه صغيرين خالص خالص من مسحوق الغسيل، وبالسبونشه برغي كويس قوي، وبيديني احلى رغوه. عايزه اقول لكم بيعقم وبيخلي ريحه المواعين حلوه جدا، وكمان رغوته حلوه. بوريك اهو ان انا ضعفت المسحوق بتاعي، ضعفت كميته بالصابونه اللي انا جايباها. الصابونه دي عامله 6 جنيه، وكيس المسحوق اللي قدامكم ده عامل 5 جنيه، ده مسحوق سايب يا بنات. فاصبح دلوقتي عندي ما شاء الله كميه مسحوق هتكفيني اسبوعين. الكميه دي بتكفيني بالظبط اسبوعين، لان انا بعمل فرز للهدوم، بعمل الهدوم النظيفه بحط لها نص كوبايه من المسحوق، ولو الهدوم مش نظيفه قوي بحط لها كوبايه من المسحوق. وطبعا الدوره بتاعتي بتبقى طويله، مثلا بعمل دوره ساعه، لو اللهم صل على النبي، لو الهدوم مش نظيفه بعمل لها دوره ساعه، لو الهدوم نظيفه بعمل لها دوره نص ساعه بس. تمام. هو ده بقى الفيديو بتاعي، يا رب تكون استفدت منه ولو بمعلومه صغيره. دايما دايما يا بنات دوروا على المساحيق الكويسه والمساحيق، يعني ودوروا على الاماكن اللي بتبيع حاجه جودتها كويسه، لان مش كل الاماكن زي بعض. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب. ابعدي عن الكلور في الملابس لانه بيبهدل الملابس وبيأثر عمرها وبيخلي الملابس تتقطع. ابعدي ان انت تحطي ملح ليمون او بيكربونات في مسحوق الغسيل، لانه بيجير وبيوبر الهدوم وبيخلي لون الهدوم ما يبقاش حلو، لان دايما المواد دي بتبقى قويه قوي في التنظيف، فهتخلي هدومك بهتانه وجربانه. لا، استخدمي هي الصابونه البلدي مع المسحوق، مش اكتر من كده يا بنات. الخلطات اللي بشوفها على اليوتيوب دي خلطات قويه قوي على الهدوم، في هدوم الوانها بتبوظ بسبب الحاجات دي. فالاتنين دول بيكفوا وبيوفوا، وكمان الكيس الخلطه حلوه قوي قوي. لايك وشير وسبسكرايب. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش كومنت بالصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم على خير في فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه.